فيلمنا النهارده بيبدأ بمجموعة من الآليين اللي بيحتلوا كوكب الأرض، وفي الوقت ده بتظهر عيلة بتحارب الآليين دول وهم راكبين عربيتهم، وبنرجع وقتها بالزمن قبل 4 أيام من هجوم الآليين على الكوكب، وبتبدأ بنت اسمها كيتي تتكلم عن نفسها وعن عيلتها اللي اسمها عيلة ميتشل، وبتقول إنها كانت دايما بتحس إن هي مميزة ومختلفة، لكن زمايلها في المدرسة ما كانوش قابلين الاختلاف ده وكانوا بيتريقوا عليها، وإنها ما كانتش عارفة تتأقلم مع أي حد حتى مع عيلتها، وإنها أخدت وقت كبير علشان يفهموا طباعها. وبتكمل كيتي كلامها وبتقول إن الوحيد اللي كان فعلا بيفهمها هو أخوها الصغير اللي اسمه آرون، لكنه كان عنده اهتمامات غريبة زي حبه للديناصورات. أما والدها اللي اسمه ريك فعمره ما شاركها اهتماماته أبدا ودايما كان مشغول عنها. وبتكمل كيتي وبتقول إنها اشتغلت على نفسها كتير علشان تدخل أكاديمية الفنون اللي موجودة في لوس أنجلوس، وفي الوقت ده بيقرروا عيلة كيتي إن هم يحتفلوا بيها ويودعوها قبل ما تسافر الأكاديمية. وبيظهر وقتها آرون وهو حزين جدا لأن أخته هتسافر وتسيبه لوحده، ولكن ساعتها بتقوله كيتي إنه أكيد هيقدر يكون صداقات جديدة ويمكن يلاقي حد مهووس بالديناصورات زيه. وبعدها بيرجع ريك من شغله وبيلاقي العيلة كلها وهم قاعدين على تليفوناتهم، فبيطلب منهم يسيبوا التليفونات ويستمتعوا بآخر ليلة لكيتي معاهم قبل ما تسافر. وبيطلب كمان من بنته كيتي إنها تبدأ تدور على خطة بديلة علشان لو فشلت في الأكاديمية. فبتتضايق كيتي جدا وبتحزن لأن والدها دايما بيحسسها إنها هتفشل. وفي الوقت ده بيقع اللابتوب بتاع كيتي على الأرض وبيتكسر، فبتحزن كيتي أكتر وبتدخل أوضتها. وساعتها بتقول والدة كيتي اللي اسمها ليندا لوالدها اللي اسمه ميتشل إنه غلطان لأنه دايما بيتجادل مع كيتي. وبعد شوية بيقعد ريك يتفرج على فيديوهات قديمة كان هو مسجلها ليه هو وبنته كيتي أيام ما كانت لسه صغيرة واللي كانوا بيلعبوا فيها سوا، وبيتأثر بيها جدا. وفي تاني يوم بتتفاجئ كيتي بعيلتها اللي لغت تذكرة الطيران بتاعتها وقرروا إنهم يوصلوها بالعربية. وفي الطريق بتفضل الأم تتفرج على صور جيرانهم وبتقول لهم إن هي دي العيلة الكاملة المثالية لأنهم دايما سعداء في حياتهم. وبتكمل كلامها وبتقول إنها كانت بتتمنى إن هم كمان يكونوا زيهم. وبتفضل كيتي طول الطريق تصور كل تفاصيل الرحلة، وبيحاول ريك طول الرحلة إنه يعمل حاجات تبهر كيتي لكنه بيفشل. وبتتفرج كيتي على إعلان لشركة بال اللي هي بتستخدم التطبيق بتاعها في كل حاجة في حياتها. ومن ناحية تانية بنشوف صاحب الشركة اللي اسمه مارك وهو بيعلن عن مساعد جديد اسمه بال ماكس كبديل للمساعدة القديمة، واللي بيكون عبارة عن إنسان آلي بيقدر يطيع أوامر الشخص في أي طلب. وبيوعد مارك إن الآليين الجداد دول عمرهم ما هيتحولوا لآلات شريرة، ولكن فجأة بيفقد مارك السيطرة على الآليين وبنلاقي إنسان آلي منهم بيقول له إنهم بقوا بيتلقوا أوامر من شخص جديد. وساعتها بيقبضوا الآليين على مارك وبيبدأوا في السيطرة على كوكب الأرض. وبنروح بعدها لكيتي وعيلتها اللي بنلاقيهم دخلوا مكان فيه جزء مخصص للديناصورات، وفي الوقت ده بيدخلوا جيرانهم عليهم وبتظهر ساعتها ليندا وهي متضايقة جدا منهم، وخصوصا لما بتشوف صور رحلتهم اللي دايما بيكونوا مبسوطين. وفجأة بيضربوا الآليين المكان فبيهربوا جيران عيلة كيتي، وساعتها بتحاول كيتي وعيلتها إن هم يعملوا زيهم لكنهم بيفشلوا. وبيمسك واحد من الآليين ميتشل وبيطير بيه بعيد، فبتحاول كيتي إنها تنقذه وبتطلب من عيلتها إن هم يستخبوا بسرعة. ومن ناحية تانية بيهاجموا الآليين كل مناطق العالم وبتتحول شركة بال لمقر ليهم. وساعتها بيكتشف مارك إن المساعدة القديمة بتاعته اللي بتكون عبارة عن تطبيق إلكتروني هي السبب اللي ورا كل ده. وبعد فترة بيكونوا الآليين قدروا إنهم يقبضوا على كل البشر اللي في العالم ما عدا عيلة ميتشل. وفي الوقت ده بيقول ريك لعيلته إن هو عنده خطة لكنهم علشان يقدروا ينفذوها لازم يتخلصوا من التليفونات اللي معاهم علشان الآليين ما يقدروش يعملوا تتبع ليهم. وفي الوقت ده بتسمع كيتي 2 من الآليين وهم بيتكلموا مع بعض عن شفرة القتل اللي ممكن تقضي عليهم. وفجأة بتقع كيتي من فوق هي وأخوها آرون لكنهم بيقدروا يستخبوا بسرعة قبل ما الآليين يقضوا عليهم. وساعتها بتكتشف كيتي إن الاتنين الآليين دول فيهم خطأ تقني، وفعلا بتشتغل كيتي على ده وبتقدر إنها تتحكم فيهم وتديهم أوامر. ووقتها بتعرف منهم إن هي تقدر تدخل شفرة معينة تدمر عقل القائدة بتاعتهم، وده هيكون من خلال مركز التسوق اللي بيكون قريب منهم. وساعتها بتقرر كيتي إنها تنقذ البشرية وبتقرر العيلة كلها إنها تروح مع كيتي علشان تساعدها، ولكن للأسف الآليين بيشوفوهم وهم راكبين العربية وبيهاجموها. وبتحاول عيلة ميتشل محاولات كتير لحد ما بيقدروا فعلا في إنهم يهربوا منهم وبينجحوا في إنهم يستخبوا. ومن ناحية تانية بيظهروا الآليين اللي بيحطوا البشر في كبسولات جوه صواريخ علشان يطلقوهم في الفضاء ويعملوا عالم في الأرض بدون بشر. وفي الوقت ده بنشوف ماركو هو حزين جدا وبيعترف إن كل اللي حصل ده كان غلطه. وبنشوف وقتها إنسان آلي واللي بيروح يقول للقائدة بتاعته إن في عيلة كاملة حرة وطليقة، وبيوريها صورة كيتي وعيلتها واللي بيحدد موقعهم وبيعرف إن هم رايحين لمول تجاري. ومن ناحية تانية بتوصل كيتي وعيلتها للمول واللي بيكونوا
بيكونوا منبهرين جدا إن هم الناس الوحيدة اللي في المكان، ولما بيدخلوا المول بتأمر كيتي الآليين إنهم يعملوا تحديث للبرامج الخاصة بشركة بال ويفعلوا الشفرة اللي هتقدر توقف ثورتهم بحيث يقدروا إنهم يتحكموا في القائدة بتاعتهم. لكن وقتها بيتفاجئوا عائلة ميتشل لما بيلاقوا كل الأجهزة المنزلية اللي في المول بتتحرك ناحيتهم، وبتطلب القائدة من كيتي إنها تديهم اللابتوب بتاعها. فبتكتشف كيتي وقتها إن أي جهاز عليه شعار شركة بال بيتحرك، وإن الشعار ده عبارة عن شريحة بتتحكم فيهم، وبتبدأ الأجهزة تهاجم كيتي وعائلتها علشان تاخد الجهاز منهم. وبتدخل كيتي وباقي عائلتها لمنطقة الألعاب، وهناك بيكتشفوا إن الألعاب دي هي كمان اتحولت لآليين علشان يهاجموهم، وفجأة بتظهر قدامهم لعبة ضخمة وبتبدأ تهاجمهم. فبيجروا عائلة ميتشل بسرعة وبيحاولوا إنهم يهربوا من قدامها، وبيقع واحد من الآليين اللي مع كيتي فبتنقذه ليندا قبل ما يتدمر. وساعتها بيقرر ريك إنه يعمل مصيدة للعبة الضخمة باستخدام سلك النور زي ما كانوا بيعملوا مصيدة للحيوانات البرية زمان، وفعلا بيعملوا كده وبتنجح خطتهم. وبتروح ليندا وبتشكر الآليين لأن الخطة دي نجحت بسببهم. ولكن فجأة بيفصل الإنترنت وبيقف التحميل عند 98%، فبتتضايق كيتي وبتحس إنها فشلت في مهمتها. وساعتها بيقرر ريك إنه يروح بيهم للمقر بتاع الشركة اللي بتكون القائدة بتاعتهم موجودة فيه علشان يفعلوا الشفرة من هناك. وبيروح ريك لبنته كيتي وبيقول لها إنها ما فشلتش لأنها قدرت توصلهم لحد هنا، وإن هو واثق في قدرات كل فرد في عيلته وعارف إن هم هيقدروا ينجحوا. ومن ناحية تانية بيروح الإنسان الآلي وبيسأل ليندا عن سبب إنقاذها ليه، فبتقول له ليندا إنها أنقذته لأنه دلوقتي بقى جزء من العيلة. فبيتأثر الإنسان الآلي من كلام ليندا، وبتتحرك كيتي وعيلتها وبيتجهوا لمقر الشركة. ومن ناحية تانية بتتضايق القائدة من عيلة ميتشل وبتقرر إنها تستخدم الآليين اللي صنعتهم مخصوص للحرب، وبتأمرهم بالقضاء على عيلة ميتشل. وبنرجع تاني لكيتي وعيلتها وهم ماشيين بالعربية، واللي بيشوفوا الصواريخ اللي بتتجهز بالبشر علشان تطلع الفضاء. وبتبدأ كيتي تصور اللي بيحصل بالكاميرا، وبيتفقوا عيلة ميتشل كلها على الخطة اللي هيمشوا عليها علشان يوصلوا للقائدة ويوقفوها علشان ينقذوا العالم. وبيقرروا إن هم يخطفوا مجموعة من الآليين ويسرقوا لبسهم ويتخفوا في شكل الآليين دول علشان يعرفوا يوصلوا للقائدة من غير ما حد يكتشفهم. وفعلا بينجحوا في الدخول للشركة، لكنهم وقتها بيسمعوا القائدة وهي بتدي أوامر بالبحث عن أي روبوت بيتصرف بطريقة غريبة لأنه أكيد هيكون من عيلة ميتشل ومتخفي. فبتترعب العيلة كلها لما بتسمع كلام القائدة، خصوصا لما بيشوفوا إنسان آلي وهو بيتدمر قدامهم لما الحراس شكوا فيه. وبتقدر القائدة توصل لعيلة ميتشل وبتبدأ تغير في إعدادات الآليين اللي مع كيتي واللي بيدمروا الكارت اللي فيه الشفرة. ووقتها بيحاولوا كيتي وأخوها أرون إنهم يهربوا من الآليين اللي بيدوروا عليهم، وبيكون أرون خايف جدا وبيقعد يعيط. فبتحاول كيتي تهديه وبتطلب منه إن هو يمسك كاميرا الفيديو بتاعتها ويحتفظ بيها، ولكن أرون بيفتحها. وساعتها بيشوفوا هما الاتنين فيديو قديم لريك وهو بيودع البيت اللي كانوا عايشين فيه في الغابة، واللي بيكون حزين جدا عليه لأنه كان بيت أحلامه، ولكنه بيكون مضطر إنه يعمل كده علشان خاطر بنته كيتي. وبيقعد ريك بعدها يلاعب بنته كيتي اللي كانت لسه طفلة صغيرة. وقتها بتتأثر كيتي بالفيديو ده جدا وبتقرر إنها تصلح اللي حصل. وفي الوقت ده بنشوف القائدة بعد ما حبست ريك في الكبسولة اللي فيها مارك، واللي بيكون قاعد بيتفرج على فيديوهات كيتي اللي بتعملها على يوتيوب. وساعتها بيقول ريك إن فيديوهات البنت دي بتعجبه جدا وبتسعده وقت ما بيكون حزين. فبيقول ريك إن البنت دي تبقى بنته كيتي، وبيتفرج ريك على الفيديو معاه وبيلاقي إن بنته كيتي كانت راسمة شخصيات شبههم في المواقف اليومية اللي بينهم. ومن ناحية تانية بتظهر كيتي وهي سايقة العربية بتاعتهم، فبتتضايق القائدة لما بتشوفها وبتطلب من جنودها الآليين إن هم يوقفوها. وساعتها بتربط كيتي الكلب بتاعها قدام العربية علشان تشوش بيه على عقل الآليين، واللي لما بيشوفوه بيفضلوا يفكروا إيه الكائن ده لحد ما عقلهم بيقف. ولما بيشوف ريك الموقف بيقرر إن هو يساعد بنته بعد ما شاف إن في آليين كتير جدا هتهجم عليها. وبيطلب ريك من مارك إن هو يساعده، وفعلا بيهرب ريك من الكبسولة ويروح لزوجته ليندا علشان يخرجها من الكبسولة بتاعتها علشان تقدر تساعده إن هو يدخل على اليوتيوب. لكنه وقتها بيقع جوه أوضة فيها شاشة كبيرة، وللأسف بيوصلوا الآليين لليندا. وساعتها بيحاول ريك إنه يدور على فيديو كيتي اللي فيه الكلب، وفي نفس الوقت ده بتحاول كيتي إن هي توصل لأعلى قمة في الصاروخ علشان تقضي على القائدة. ولما بتشوف ليندا ابنها أرون وهو محبوس جوه كبسولة بتتضايق جدا وبتهجم على الآليين اللي ماسكينها وبتدمرهم. وفي الأوضة اللي فيها ريك بيدخلوا الآليين علشان يقبضوا عليه قبل ما يشغل الفيديو. وبتقدر القائدة إنها تقبض على كيتي هي كمان، وبتقول لها إنها عاوزة سبب واحد مقنع إنها تكون عاوزة تنقذ البشرية علشانه. وبتكمل كلامها وبتقول لها إن العلاقات بين البشر صعبة جدا. فبترد عليها كيتي وبتقول لها إنها أوقات ممكن تكون مضطرة تعمل حاجات مش حباها، لكن ده بيكون في سبيل إنها تحافظ على صداقة الناس اللي بيحبوها. وفجأة بيشتغل فيديو كيتي على كل الشاشات، وبيظهر وقتها ريك وبينقذ بنته
كيتي، لكن للأسف الآليين الجداد ما كانوش بيتأثروا بالفيديو، فبتقرر كيتي هي ووالدها ريك إن هم يحاربوهم، وفجأة بتظهر ليندا وبتنضم ليهم هي وآرون، وفعلا بتنجح كيتي في الوصول للقائدة وبترميها من فوق المبنى وبتقع القائدة في المية وبتموت، وفعلا بتنجح عائلة ميتشل في إنقاذ البشرية وبيخرجوا جيرانهم من الكبسولات واللي بيشكروهم جدا لأنهم أنقذوا العالم، وبيروح آرون لبنت جيرانهم واللي بيطلع إن عندها هي كمان اهتمام بالديناصورات، وبيتفقوا إنهم يخرجوا سوا، وبعدها بتروح كيتي للأكاديمية بتاعتها وبتودع عائلتها وبتحضنهم، ووقتها بتفهم كيتي إن هم مميزين زي ما هم بدون تغيير، وأخيرا بتكتشف كيتي حب والدها ليها وبتفهم قيمة عائلتها بعد ما قدروا كلهم إنهم ينقذوا العالم من الخطر.